يا مساء الفل والجمال على الناس الحلوة، يوم سعيد عليكم بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة ب10 جنيه. وطبعا مفيش حاجة في السوق ب10 جنيه، بس أنا فعلا كنت جايبة 3 حبات من بتنجان كانوا عاملين 10 جنيه. طبعا من أرخص الحاجات اللي ممكن تشوفيها الأيام دي في وسط الأسعار الصعبة. البتنجان ده يا جماعة لو انتوا تعرفوا فوائده يعني مش هتسيبوه، هتلاقوا نفسكم على طول بتجيبوه. في كالسيوم وفي فيتامين د وبيقوي العظام وكمان حلو جدا لمرضى السكر، يعني بصراحة حلو قوي كمان للرجيم واللي عايز يخس. انا جبت هنا 4 حبات من بتنجان، كنت جايبة 3 الاول وكان عندي واحدة، طلعتهم كلهم ورحت مقطعاهم زي ما انتم شايفين كده بالدواير. البتنجان ممكن تعمليه مسقعة، ممكن تعمليه في الكبسة، البتنجان واللحمة بقى والبصل والبهارات وعود القرفة بقى، يبقى حاجة تحفة. ممكن تعمليه زي ما انا هعمله النهاردة، انا عاملاه للفطار. حلو جدا جدا جدا. هنا قطعت البتنجان زي ما انتم شايفين، وبعد كده هبتدي احطه في الطبق بتاعي. بس هنا ده كان طبق غويط، جبت صينية احسن علشان ابتدي ارش عليه الملح واسيبه نص ساعة علشان الملح هيبتدي ينزل المية اللي فيه نص ساعة بالظبط. وجبت اهو البرطمان بتاع الملح وبدأت ارش الملح على البتنجان كله. وبعد كده هسيبه على جنب وهبتدي اعمل شوية حاجات في المطبخ، وهي من ضمنهم المواعين اللي انتوا شايفينها دي كلها المفروض ان انا انشفها واروح مدخلاها الدواليب. عقبال ما النص ساعة تعدي هكون انا عملت شوية حاجات. تعالوا نتفرج مع بعض. هنا اهو الحاجات رصيتها في مكانها، ودخلت بقى الحلل والحاجة كلها، وحطيت المعالق والشوك وكل حاجة في البتاعة بتاعتها، الحاجات ديت الحلوة، الستاند ده تمام. وبعد كده رحت جايبة سترس وبقيت ارش على الرخام ومسحته كله. السترس ده حلو قوي يا جماعة حلو قوي لتنظيف الرخام، لان هو كمان يعني يعتبر زيه زي الكلور. طبعا الرخام ده من الحاجات اللي المفروض تتنضف دايما باستمرار عشان ما يبقاش على الاسطح اي ميكروبات. هنا خليتها زي الفل، وكل ده انا بظبط المطبخ كده وبضيع وقت عقبال ما المية بتاعت البتنجان تنزل وابتدي بعد كده اعمله. طبعا انت لما بتيجي تعملي حاجة ما بيفضلش ان انت تعملي زيت كتير، فدايما بتحتاجي اقرب حاجة ليكي ان هي تكون في الزيت موفرة خالص علشان ما تاخديش سعرات حرارية عالية. فروحت جايبة، انا عندي من زمان اللي هي الجريل ده بتاع الشواية، وهنبتدي نعمله مع بعض بعد ما اوضب كده الرخامة بتاعتي. وبدأت بقى امسحها وانضفها عشان هنبتدي بعد كده نعمل البتنجان. خليتها زي الفل تمام. وبعد كده رحت غاسله المواعين. كل ده بضيع في الوقت علشان ابتدي اقلي البتنجان. وانا مش هقلي، انا هحطه يا دوبك على الجريل زي الشوي كده، هشويه. بعد كده هنا حطيت طبق الفاكهة بتاعي بعد ما نضفت الترابيزة.
ده هنا المواعين ديت اللي هي بقى جبت المصفى، بدأت بقى اغسل البتنجان. انت بقى ما تغسلوش بقى بميه على طول، لا يا دوبك بس تشطفيه من الملح، لكن مش غسيل يعني. وبعد كده بتسيبيه يتصفى في المصفى، عشان بعد كده تبتدي تحطيه على الجريل. اهو البتنجان بتاعي اهو بعد ما خلص. هنا كنت مولعه النار، بعد كده حطيت الجريل. احط نقط من الزيت لان هو الجريل ما بياخدش زيت كتير. اهو هنا بدأت ارص البتنجان بتاعي وقفلت الجريل. اسيبه شوية يبقى اسيبه شوية بتاع 10 دقايق على اول جنب، وبعد كده بروح قلبها على الجنب التاني. بس عقبال ما البتنجان يستوي جبت نص واحدة من التوم بتاع 6-7 فصوص، وحطيت عليهم ملح وفلفل ورحت ضرباهم في الكبة. تمام. وبعد كده هجيب مقلاية، هنا قلبت البتنجان، وبعد كده هجيب مقلاية صغنونة خالص علشان ابتدي احط الكزبرة والملح والفلفل والست فصوص توم. بس يبقى هنا على النار كزبرة وملح وفلفل و6 فصوص توم. ادي هنا كده خلصت التقلية بتاعت البتنجان. خلاص هنا اول جزء اهو بدأ يطلع معايا بتنجان مشوي، انما يتاكل اكل كده وانتي واقفه. اكلتلي كده يعني بتاع واحده، قعدت كده. خطير يا جماعه، خطير وفوائده رهيبه. هبتدي بعد كده احط في الصينيه. تمام. هنبتدي بعد كده نروح جايبين التقلية بتاعتنا وحاطين عليها شوية خل، وحاطين كمان على البتنجان خل. وننزل بقى بالتقلية على البتنجان. بصي هتلغوصي البتنجان بالتقلية دي. يا سلام بقى التقلية والخل واحلى. بصوا شايفيني وانا باكل فظيع يا جماعة، جربوه يا جماعة هيعجبكم قوي قوي. وباي باي.